السلام عليكم. في الفيديو ده هنتعلم ازاي نعمل الكوفية دي. انا عاملة السامبل ده وهكمله كوفية عاملاه بالخيط التخين ده، وهو ده هي دي ماركة الخيط، اسمه خيط هيمالايا. عشان تشتري خيط تخين بالمنظر ده هتلاقي مكتوب ورا ابرة 9 مللي، فده معناه ان الخيط تخين. لو عايز تشتري نفس النوع ويديكي نفس الحجم اللي انا عاملاه هنا. الابره اللي انا مستخدماها هنا مش 9، انا مستخدمه ابره 5 عشان الغرز بتاعتي تبقى بالشكل ده، لان لو ابره 9 استخدمتها هتلاقيها مفرغه عن كده، وانا عاجبني الشكل كده. تمام، هوريكم بقى الكوفيه التانية اللي انا عملتها بنفس النقشه. دي انا عاملاها بنفس النقشه، لما بوسعها كده النقشه بتبان. انا لسه ما عملتلهاش تثبيت، مش عارفه بصراحه اعملها اخليها كده ولا اوسعها، يعني يلا على ما نشوف. هو ده شكل النقشه. انا هنا مكرراها كم مره، لو لاحظت الضفاير عباره عن 1 2 3 4 مرات ضفيره، لكن دي انا مكرراها مرتين بس. ده ايه؟ ده فرق الخيط، ده خيط تخين، ده خيط متوسط في الحجم. هنا انا مستخدمه ابره 4، هنا انا مستخدمه ابره 5، بس المفروض الخيط ده محتاج ابره 9 مش 5، بس انا هنا مستخدمه 5. تمام، ففرق الخيط شايفين نفس العرض. طبعا كمبتدئين انا بفضل ان انتوا تستخدموا الخيط التخين، ولو ما عندكمش خيط تخين خدوا فتلتين من نفس الخيط، عشان الشغل بيخلص بسرعه جدا. وطول الغرزه نفسها في الخيط التخين طول مثلا غرزتين 3 من هنا. شايفين الفرق؟ حتى الضفاير باينه قوي. اني بصوا الضفيره هنا قد ايه، بصوا الضفيره هنا قد ايه. هنا هتخلصي الشغل بسرعه. الكوفيه نفسها من ورا هو ده شكل الظهر، وده شكل قصدي الوش، وده شكل الظهر. شكل الظهر عبارة عن ستريبس كده عادية، خطوط، والوش عبارة عن الضفاير اهو. هنا نفس المنظر من ورا اهو. انا عاملة الكوفية دي تقريبا 1.5 متر وشغلاها على 60 غرزة. هنا انا شغلة الكوفية دي على تقريبا 26 غرزة. اوكي، عايزين بقى اشرح لكم اول حاجه ازاي الكوفيه دي معموله. الكوفيه معموله من تكرار 12 غرزه، التكرار بتاعها 12 غرزه، وبعد كده في الاخر لما نخلص التكرار اللي احنا عايزينه بنحط غرزتين في الاخر بس كده. يعني هنا انا مكرراها مرتين، يبقى تكرار 12 في 2 24 غرزه، وفي الاخر خالص بحط غرزتين. هنا نفس الكلام، انا عامله تكرار 4 مرات، 4 في 12، وبعد كده اقوم مزوده غرزتين. زودي في الحجم اللي انت عايزاه. طبعا انت ممكن تعمليها كوفيه الحجم ده، ممكن تكبريها على الاخر وتخليها شيل شويه لحد هنا، ممكن مثلا تعمليها بطانيه ليكي تدهي فيها في الشتاء تبقى اكبر من كده بمراحل. ممكن كمان تعمليها بطانيه للبيبي، تبقى مثلا قطن، يفضل البيبي تبقى قطن او خيط ناعم قوي مكتوب عليه اللي هو الخيط ده للبيبي. تمام، عشان بس ما يعملوش حساسيه. هتبقى شكلها حلو قوي الضفاير لو انتي عملتيها بطانيه كبيره. طبعا الخيط الرفيع ده بيلم كده، شايفين بيلم ازاي، لكن هنا تحس ان هو مفرود شويه. اوكي، دلوقتي هشرح لكم الغرز عباره عن ايه. الغرز بتاعنا عباره عن تكرار 12. انا هنا زي ما قلت لكم كررتها مرتين. ال 12 غرزه بتوعي عباره عن ايه؟ هو ده ال 12 بتوعي، عباره عن العمود ده والفراغ اللي هنا والضفيره والفراغ اللي بعده، هو ده التكرار. التكرار التاني هو ده شكله، شايفين؟ وفي الاخر دي مش تبع التكرار، دي الغرزتين الاخرين احنا بنعملهم. عباره عن ايه تكرار؟ 2 غرزه عدله، 2 غرزه مقلوبه، 6 غرز عدلين، وده اللي بعمل عليها ضفيره 2 مقلوبه. هو ده التكرار بتاعنا، 2 غرزه عدله، 2 مقلوبه، 6 غرز عدله، 2 مقلوبه، وفي الاخر خالص بنحط 2 عدله. لما بنيجي نلف الوش للظهر كده، الغرز العدله بتبقى مقلوبه والمقلوبه بتبقى عدله. يعني مثلا هنا بدأنا الناحيه التانية ب2 عدله، هتبقى هنا 2 مقلوبه، والاثنين مقلوبتين الناحيه التانية هتبقى هنا عدلين. ال6 غرز مثلا اللي كانوا عدلين من قدام اهو هيبقوا هنا مقلوبين. بعد ما تعملي كام صف، كل اللي بتعمليه في الشغل انك بتكرري بس وتقلدي الغرز اللي تحتيه. تمام، انت محتاجه طبعا في الباترن ده ابره عاديه. انا هنا مستخدمه ابره دائريه مش هتفرق، استخدمي ابره مستقيمه عاديه. انا كمان شرحت قبل كده في فيديو ازاي استخدم الابره الدائريه قطعه مستقيمه، وهيبان لكم هنا.
استخدمت هنا برضو الابره الكيبل. انتي لو عندك ابره كيبل استخدميها. انا ما عنديش ابره كيبل بس بحب استخدم لا دي لا اما دي، وهوريكم ازاي نستخدم الستitch ماركر دي في عمل الكيبل او الابره دي. اوكي، عشان الايدج بتاعي يبقى بالمنظر ده، شايفينه عباره عن سبعات واسعه ازاي الايدج بتاعي، شايفينه؟ عشان يبقى بالشكل ده ويبقى يعني نظيف كده. ليه؟ لان ناس كتير قوي اشتكت ان الخيط يعني القطعه بتاعه التريكو بتاعتها من على الجوانب الغرز بتاعتها واسعه وشكلها مش حلو. انا هوريكم ازاي طريقه ان احنا نخلي الايدج بتاعنا نظيف من الطرفين. الطريقه دي عباره عن ايه؟ عباره عن ان احنا بنسحب اول غرزه ما نشتغلهاش من قدام، اول غرزه من الوش واول غرزه من الظهر. يعني اول غرزه بنشتغل عليها الخيط اهو، بنقوم ساحبينها من غير ما نشتغلها. على الوش بنسحبها والخيط ورانا، على الظهر بنسحبها والخيط قدامنا. هوريكم ازاي. دلوقتي هنبدا الشغل بتاعنا. انا كده يعني المقدمه طولت شويه بس عشان عايزه اوضحها لكم عشان ما تيجي تشتغلوا وتكرروا التكرار براحتكم يعني. دلوقتي انا هبدا. تخيلوا معايا ان الغرز دي هي سطر البدايه. انا هبدا من الاول خالص، يعني مالكوش دعوه بكل ده، يعني تجاهلوه، وده كانه سطر البدايه بتاعي. اوكي، نبدا. طبعا يا جماعه الغرز العدله والغرز المقلوبه ومسكه الخيط في الايد اليمين او في الايد الشمال، الفيديوهات كلها موجوده تحت في الديسكربشن بوكس. لو انتي مبتدئه يا ريت يفضل انك تتفرجي عليها على الاقل وتدربي عليها شويه قبل ما نبدا في الكوفيه. هي سهله جدا خصوصا في الخيط التخين ده، بتخلي الشغل بسرعه ويخلص، يعني يخلص بسرعه. ادي القطعه بتاعتنا ودي سطر البدايه. الخيط اهو انا ماسكاه ازاي؟ انا بمسك الخيط بتاعي كده وبالصباع ده والصباع ده بمسك الغرز بتاعتي والابره بتاعتي اهي. الخيط اهو ورايا عشان انا على الوش، واول غرزتين المفروض يبقوا عدلين. الخيط ورايا بعمل ايه؟ هسحب بس اول غرزه، هدخل جواها كده كاني هعملها مقلوبه. الخيط ورا اهو وهدخل جواها كاني هعملها مقلوبه كده، شايفين؟ عكس بعض اهو، واقوم مخرجاها من غير ما اشتغلها. تمام، يبقى انا كده خرجت الغرزه دي من غير ما اشتغلها والخيط ورايا كأن احنا بنشتغلها مقلوبه. عشان بعد كده الغرزه اللي بعديها غرزه عدله. اوكي، الغرزه دي غرزه عدله، هنقوم داخلين جواها الاتنين اهم، ده اللوب الامامي وده اللوب الخلفي. دي طريقه عمل الغرزه العدله، انا هشرحها بس على الاقل مره. والخيط اهو انا بمسكه كده وبشده بصباعي عشان اجيبه تحتيه، شايفين باين ازاي من ورا؟ واقوم سحباه كده. انا عملت اول جزء من التكرار اللي هو عباره عن غرزتين عدلين. اول غرزه بس بسحبها وتاني غرزه بشتغلها عدله. نكمل التكرار بتاعنا. بعد كده عندنا هنعمل غرزتين مقلوبين. نخلي الخيط قدامنا عشان نعمل غرزه مقلوبه، بندخل كده عكس الاتجاه كانهم مخاصمين بعض. الغرزه ادي اللوب الامامي وادي اللوب الخلفي، وناخد الخيط نلفه حوالين الابره ونقوم خارجين من الغرزه. وهنكمل 2 مقلوبين اهم كده. انا خلصت 2 عدلين 2 مقلوبين. بعد كده عندنا 6 غرز عدلين، نفس النظام اللي احنا اتعلمنا عليه. الخيط لازم يبقى ورا، متنسيش الخطوه دي. وناخد الغرز بتاعتنا العدله نعملها 6 غرز عدله. ممكن لو انتي شغاله معايا وقفي الفيديو لحد ما تخلصي 6 غرز وبعد كده ارجعي معايا. بعد كده عندنا 2 غرزه مقلوبه، نخلي الخيط قدامنا ونشتغلها مقلوبه. كده انا خلصت التكرار بتاعي. عملت ايه دلوقتي؟ عملت 2 غرزه عدله 2 غرزه مقلوبه 6 عدلين 2 مقلوبين. طبعا اول غرزه بنسحبها من غير ما نشتغلها زي ما قلت لكم، الخيط ورا. نكمل التكرار بتاعنا. احنا قلنا اول غرزه بس بنسحبها، اوعوا تعملوا الموضوع ده في التكرار اللي بعده. التكرار اللي بعده عادي هنشتغل الاثنين دول عدلين. دي بدايه الصف بتاعي، بدايه اول تكرار، يعني هي اول غرزه بس في الكوفيه كلها. الباقي التكرار بتاعنا عادي بنشتغل غرز عدله في الاول. همسك الخيط بتاعي واكمل التكرار التاني. 2 غرزه عدله، نخلي الخيط قدامنا ونعمل 2 غرزه مقلوبه، اهم 6 غرز عدلين،
بعد كده نخلي الخيط قدامنا ونعمل 2 مقلوبين. كده انا خلصت التكرار التاني. انتي بقى كملي شوفي انتي عملت كام تكرار. في الاخر خالص هنعمل الاتنين اللي احنا قلنا عليهم بلس 2. احنا مش قلنا 12 تكرار في الاخر بنزود 2. ادي الغرزتين دول هيبقوا عدلين، هنشتغلهم عادي غرز عدله. انا كده خلصت صف. اوكي، ده اول صف احنا بدأنا بيه من اول سطر البدايه. تمام. هنعمل ايه دلوقتي؟ انا هوضح لكم حاجه قبل ما ندخل على الظهر. في الاول خالص زي ما انا عامله هنا، انا عامله 4 صفوف. انا بحسب الوش كانه ظهر، وقصدي الوش كانه صف والظهر كانه صف. احنا هنعمل 4 صفوف. يعني ايه؟ يعني هيبقى اول صف هيبقى صف وش، بعد كده صف ظهر، بعد كده صف وش، بعد كده صف ظهر. بعد كده نتقابل لما نعمل الضفيره. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنعمل صف الظهر. هنقوم لافين الغرز بتاعتنا كده. انا كده خلاص في الظهر. زي ما قلنا الغرز المقلوبه بتبقى عدله هنا والعدله بتبقى مقلوبه. اول غرزه انا مخليه الخيط قدامي عشان احنا المفروض هنبدا بغرز مقلوبه، بس طبعا عشان ده اول الصف في التكرار بتاعنا هنقوم ماسكين الخيط بتاعنا من قدام، وادي الخيط قدامنا اهو. هنعمل ايه؟ هنسحب اول غرزه من غير ما نشتغلها زي ما قلت، كاننا هنعملها مقلوبه ونسحبها والخيط قدامنا. الفرق هو مكان الخيط. الخيط هنا قدامنا، الناحيه التانيه الخيط ورانا اهو. هسحبها عادي جدا واقوم مخرجاها واشتغل التكرار بتاعي اللي هو غرزه مقلوبه، 2 عدلين اللي هو عكس اللي هناك، 6 غرز مقلوبه، كده 6 غرز مقلوبه، 2 عدلين. كده انا خلصت التكرار بتاعي. التكرار بتاعي كده خلص اللي هو عكس اللي قدام. ونكمل التكرار التاني. 2 غرز مقلوبه، 2 عدله. طبعا انتي عشان اول صف الغرز هتبقى مش واضحه قدامك، لكن بعد كده كل اللي بتعمليه انك بتقري الغرز. يعني ايه تقري الغرز؟ يعني كل ما تلاقي غرز عدله هتعمليها عدله، ومقلوبه هتعمليها مقلوبه. تمام. 6 غرز مقلوبه، اتنين عدلة، 2 مقلوبة. كده انا خلصت الصف التاني اللي هو الظهر. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنكرر اللي احنا عملناه ده تاني. يعني ممكن تعيدي الفيديو من اوله اللي هو من اول لما بدأنا، ونعيد اللي احنا عملناه صف تاني في الوش، والصف اللي بعده هيبقى ظهر. يبقى كده احنا بنعمل 4 صفوف. بعد كده هنبدأ نعمل ضفيرة. يعني هنلف كده الشغل بتاعنا ونشتغل تاني اللي احنا عملناه اللي هو 2 عدلة، 2 مقلوبة، 6 عدلة، وهكذا. ونكمل التكرار بتاعنا. وزي ما قلت الخيط لازم يبقى ورا لو احنا شغالين في الوش اهو. ونسحب اول غرزة من غير اما نشتغلها، ونقوم خارجينها ونشتغل صفوف عدلة عادي اللي هي يعني الغرزتين العاديين، ونكمل عادي زي ما احنا قلنا. بعد ما خلاص خلصتي ال4 صفوف بتاعك، هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل الضفيره بتاعتنا في ال6 غرز دول. يعني بقيه الغرز هنشتغلهم عادي زي ما احنا عارفين، بس ال6 غرز دول هنعمل فيهم الضفيره. هنبدا الصف بتاعنا، الخيط ورا اهو. هناخد اول غرزه من الغلة نشتغلها زي ما احنا متعودين عادي جدا، والخيط ورانا، ونشتغل لحد ما نوصل لل6 غرز بتوعنا. 2 عدله، 2 مقلوبه، دلوقتي هنعمل ايه؟ ادي ال6 غرز احنا خلاص وصلنا لهم. هاخد الابره بتاعتي اللي هي سوري الستيتش ماركر بتاعتي. انا هوريكم مره هنا بالستيتش ماركر وهنا بالابره دي. هعمل ايه؟ هقوم واخده اول 3 غرز. دي عباره عن ضفيره اماميه بتتكون من 3 فوق 3. دي ضفيره اماميه. هاخدهم كده من غير ما اعوج الغرز.
اهو انا كده خدتهم وحطيتهم على الابره، حطيتهم على الغرزه. هقوم اخرجاهم التلاتة دول. لما اخرجهم عايزه تقفليهم اقفليهم، ممكن تقفلي الغرزه بتاعتك اللي هي الستitch ماركر كده من غير عشان ما يقعوش، بس مش هتفرق، انا هسيبهم مفتوحين عشان اخلص اهو. ونمسك الابره بتاعتي. الحته دي ما تضايقهاش، في ناس بتبقى خايفه تقوم مضايقاها قوي قوي في الحته دي، ما تضايقيش، سيبيها عادي جدا. الستitch ماركر بتاعك اهو، مش هيحصل لهم حاجه الغرز، وتقومي شغاله عادي من غير ما تضيقي الثلاث غرز التانيين. شايفه تحسي اني تحت هي قاعده ما بتعملش اي حاجه، مش مكلكعه الدنيا حواليا. هعمل ايه دلوقتي؟ هقوم واخده التلاتة بتوعي وارجعهم تاني اهو كده. انا رجعتهم تاني بنفس المنظر بنفس الاتجاه، يعني هم انا رجعتهم عملتهم كده اعملهم كده، ما رجعهمش العكس. تمام. هعمل ايه دلوقتي؟ انا خلاص رجعت الثلاث غرز، هقوم شغليهم غرز عاديه. الحته دي هتبقى ضيقه معاكي شويه لو انت مبتدئه اول مره تعملي الغرز اللي هي الضفيره دي، هنشتغلهم عادي، هتبقى ضيقه مفيش مشاكل. كده انا خلصت اول ضفيره. نكمل اتنين في بقيه التكرار بتاعنا اللي هو 2 غرزه مقلوبه اهي. نكمل التكرار الجديد، 2 غرزه عدله، 2 غرزه مقلوبه، هعمل ايه دلوقتي؟ هجربها لكم بقى بدي. هاخد الغرز بتاعتي، انا باخدها برضو كده، شايفين كانهم مقلوبين، بدخلهم كده واقوم واخداهم. اهم شيء ما تعوجيش الغرز بتاعتك وتبقى كده، في ناس بتعمل كده، يعني الابره ساعات بتتحرك بتبقى كده، الغرز تاخديها صحيحه كده مفروده. تسيبي الابره دي قدامك كده، شفتي هي تحسي ان هي مضايقاني شويه لان هي عريضه، انت لو عندك واحده صغيره هتبقى افضل، عشان كده بفضل استخدم دي لاني مش بحس بيها. المهم هنقوم واخدينها الابره بتاعتنا وشغالين الثلاث غرز التانيين. شايفين بتضايقني ازاي؟ يعني عشان كده مش بحبها. اوكي هنعمل ايه دلوقتي؟ حاجه من الاثنين، لا اما نرجع الثلاث غرز دول هنا زي ما اتعلمنا واحنا بنعمل دي، لا اما اشتغلهم منها. يعني نقوم اسيب الابره دي ورا كده شويه وادخل الخيط قدامها كده واسيبها ورا، امسكها بالصباعين دول كده عشان، واقوم واخده الابره دي ماسكاها واقرب دي كده واشتغل. يعني ايه؟ الخيط اهو ورا الابره دي وقدام الابره دي، والابره دي انا مسكتها بالصباعين التانيين، يعني برجعها ورا عشان الغرز ما تقعش، وامسك واشتغل من هنا. يا رب تكون الموضوع واضح. يعني اهو صباعي ده وصباعي ده ماسكين الابره الجديده، والابره التانية انا حطاها من ورا، والخيط اهو ورا دي عشان انا هشتغل غرزه عدله، واقوم شغلاهم من الابره الاساسيه. لما انتي يعني عايزه تسهلي الموضوع رجعي خلاص الغرز هنا، مش عايزه تمسكي ابرتين، يعني رجعي الغرز هنا زي ما اتعلمنا ونشتغل عادي. تمام. نكمل بقيه التكرار بتاعنا اللي هو 2 غرزه مقلوبه اوكي، و2 غرزه اهي المقلوبه التانية، 2 عدله كده. خلاص انا خلصت الضفيره بتاعتي كده. دي هتبقى بالنسبه لك انتي كاننا احنا هنا، يعني انتي هتبقي المفروض كانك كده، ده اول ضفيره ليكي. تمام. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ كل اللي هنعمله ان احنا هنحاول نقعد نعمل صفوف عاديه اللي هي 2 غرزه عدله، 2 مقلوبه، 6 عدله، 2 مقلوبه، وهكذا. يعني نعمل الصفوف بتاعتنا زي ما احنا بدأنا في الاول، بدأنا ايه ب4 صفوف منهم، هنعملهم كام صف؟ 7 صفوف. هنكمل 7 صفوف وبعد كده نعمل الضفيره دي تاني. نكملهم ازاي؟ انا زي ما قلت لكم الصف بالنسبه لي عباره عن وش او ظهر، يعني الوش بيتحسب صف والظهر بيتحسب صف. فدلوقتي انا خلصت الوش بتاعي، هنقوم لافين ونشتغل الظهر. تمام. الظهر ده يتحسب صف. نشتغل ايه تاني؟ صف كمان وش، صف ظهر، صف وش، صف ظهر، صف وش، صف ظهر، كده 6. والظهر ده يتحسب السابع. تمام. يبقى احسبيها، احسبي 7 صفوف. الظهر ده يبقى عباره عن صف هنشتغله دلوقتي، وبعد كده صف وش، صف ظهر، صف وش، صف ظهر، صف وش، صف ظهر، وهننتهي عند الوش بتاعنا عشان نعمل تاني الضفيره دي. هعمل معاكم الظهر ده.
اوكي. اخلي الخيط قدامي عشان هعمل غرز في الظهر. اخد اول غرزه والخيط قدامي من غير ما اشتغلها كده، واقوم شغاله الظهر بتاعي. طبعا الظهر بتاع الضفيره هيبقى ضيق عليكي شويه في الجزء بتاع ال6 غرز، ده الطبيعي يعني ما تقلقيش، وهتلاقيه شكله غريب اهم. شايفين شكلهم غريب ازاي؟ تحسي ان هم مكلكعين. اوعي تنسي، عشان في ناس يعني ساعات انا اول ما بدات موضوع الضفيره ده اتعلمه كنت في غرزه تقع مني لانها مشدوده قوي، فانتي اصلا في الجزء ده وسعيه، يعني ما تحاوليش تضيقي. شايفين انا بوسع الغرز لان الجزء ده بيبقى اصلا ضيق. كل ما توسعي كل ما الضفيره بتاعتك هتبقى شكلها اوضح وباينه اكتر. نشتغل بقيه الغرزه العدله، هنعملها عدله مقلوبه مقلوبه. شايف يعني دول مقلوبين هشتغلهم مقلوبه، خيط قدامي واقوم شغلاهم مقلوبه. نيجي تاني على ال6 صفوف بتاعتنا، 6 غرز مقلوبه نشتغلها. شايفين الغرز تحسيها ضيقه، وسعيها انتي بقى. شايفين انا بدخل واخرج واقوم وسعيها شويه هنا على الغرزه دي، على الابره دي. نكمل لحد الاخر. انا خلصت. دي غرزه عدله ودي عدله ودي مقلوبه، اوكي، ودي مقلوبه. كده انا خلاص خلصت الظهر بتاعي. هقوم لافه الشغل كده. خلاص احنا خلصنا اول صف اللي هو صف الظهر. هنكمل كمان 6 صفوف، يعني مره وش مره ظهر، مره وش مره ظهر، مره وش مره ظهر، وهنكملهم بأني طريقه زي ما عملنا في الاول، اللي هو 2 غرزه عدله، 2 مقلوبه، 6 عدلين، 2 مقلوبه، ونكمل التكرار بتاعنا على حسب احنا عاملين كام واحد، وفي الاخر خالص بنعمل 2 عدلين. وما ننساش اول غرزه من الوش بنسحبها من غير ما نشتغلها والخيط ورانا، وفي الظهر العكس اللي هو بنسحبها واحنا بنشتغل من غير ما نشتغلها والخيط قدامنا. وطبعا احنا عارفين ان الظهر عكس الوش، عكس الظهر. هنكمل اللي احنا عملناه زي ما بدأنا في الاول، ال6 صفوف بتاعنا، ونتقابل عشان نعمل الضفيره. كده انا خلاص خلصت ال7 صفوف بتوعي. وتاخدي بالك كويس قوي، طالما بدأنا في الضفيره ب7 صفوف لازم كل مره نسيب 7 صفوف، نشتغل 7 صفوف. ليه؟ لان لو عملتي مثلا 5 بس ونسيتي هتلاقي ان الضفيره بتاعتك بقت صغيره والضفاير التانية كبيره، وهيبان فعلا شكلها في الكوفيه. فخدي بالك، احسبيها كويس. وزي ما قلنا برضو احنا بنحسب ظهر الضفيره، يعني الصف اللي احنا نعمل الضفيره من الوش الظهر بتاعه بنحسبه معانا صف، عشان كده هما عدد فردي 7. تمام؟ يعني وش ظهر ظهر وش ظهر وش ظهر وش، وفي الاخر ظهر. تمام؟ نبدأ نعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل الضفيره بتاعتنا. الخيط ورا هنسحب اول غرزه من غير ما نشتغلها، نشتغل عدله، 2 مقلوبين. هنيجي بقى عند الضفيره، انا هنا هستخدم دي ومدخلاها زي ما احنا اتعلمنا. هميلها لتحت كده، ممكن تقفليها لو انتي خايفه على الغرز. تمام؟ ما تقومي مخرجاهم، نزليهم تحت اهو. نشتغل ال3 التانيين لحد ما نرجع لدي. وسعي الغرز بتاعتك في الجزء ده. ناخد ال3 دول نحطهم تاني على الابره، ونقوم مخرجين منها دي، ونقوم شغالين ال3 دول. زي ما قلت لكم ان هما هيبقوا ضيقين شويه، فما تقلقيش، ده العادي. امسكيهم بس كويس. او كده انا خلصت الضفيره بتاعتي. نكمل التكرار بتاعنا، 2 غرزه مقلوبه. ده شكل الضفيره. شايفين كلهم نفس الطول ازاي؟ عشان احنا سيبنا هنا 7 صفوف، هنا اشتغلنا برضو 7 صفوف، فكلهم نفس الطول. تمام؟ نكمل التكرار اللي بعده. اشتغل زي ما موجود. دي غرز عدله، الطول 2 مقلوبين، اشتغلهم مقلوبين. كمل اللي بعده دي، عشان بصراحه بحب استخدمها اكتر. هقوم مدخلاها واقوم مخرجاهم من الابره، متخافيش عليهم، مش هيحصل لهم حاجه. حطيهم قدامك
ونقوم شغلين دول زي ما بقولك. وسعي الغرز بتاعتك. ناخد دول ونحطهم على الابره ونخرجها اهو. كده خلاص انا حطيتهم. هشتغلهم. هي طبعا الغرز هتبقى ضيقه معاكي قوي فتلا ننزلها، فلا تقلقي، ده طبيعي. كده احنا خلصنا الضفيره التانية. نكمل بقيه التكرار بتاعنا لحد اخر الصف. كده خلاص انا خلصت الوش بتاع الضفيره. نفس الكلام هنقوم لفين ونحسب الظهر ده ان هو صف. تمام، يبقى نعمل الصف ده بتاع الظهر وبعد كده نعمل 6 صفوف كمان، وش ظهر وش ظهر وش ظهر، يبقى 7. ونعمل كمان ونكمل الضفيره دي تاني لحد الطول اللي احنا عايزينه. مثلا احنا عايزين، انا عامله 1.5 متر، شوفوا اللي انتوا عايزينه. لو انت عامله بطانيه عايزاها مثلا اطول من كده عادي. ده شكل الضفيره بتاعتي. دلوقتي كاني مثلا وصلت لحد الطول اللي انا عايزاه. كررنا الغرز اللي هو عملنا مثلا الضفيره وبعد كده 7 ضفيره 7 وهكذا لحد الطول اللي احنا عايزينه. عايزين نعمل ايه دلوقتي؟ عايزين نقفل ونعمل نفس اللي احنا عملناه تحت ده. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنشتغل 4 صفوف من اللي احنا عارفينهم عادي، يعني بدل ما كاننا هنشتغل 7 هنشتغل 4 بس. وبعد كده نقفل الغرز بتاعتنا. يعني في الاخر بعد ما خلصنا التكرار بتاعنا زي ما احنا عارفين هنقوم من بعد الضفيره هنقوم شغالين 4 صفوف زي الاول بدل 7، ونقوم مقفلين الغرز بتاعتنا. هوريكم ازاي نقفل الغرز. لو الفيديو هنا مش واضح في تقفيل الغرز، انا عامله فيديو واضح عن تقفيل الغرز لو انتم مثلا مش شايفينها هنا كويس. ازاي بقى نقفل الغرز بتاعتنا؟ اول غرزه بسحبها من غير ما اشتغلها زي ما احنا عارفين والخيط ورايا، واشتغل الغرزه اللي بعدها كده. ايه 2 هاخد الغرزه دي ادخل جواها كده واقوم مخرجه دي من دي كده. شايفين هي الغرزه بينت واقوم مخرجاها. دي اول طريقه. في حاجه بقى عايزه افهمها لكم، ان القاعده اللي انا هشتغلها هنا هي الغرز العدله عدله والمقلوبه مقلوبه. يعني ايه؟ يعني دي ايه؟ يعني انا عندي غرزه واحده اهي، هكمل لحد ما يبقى عندي غرزتين وبعد كده اسحبهم من بعض. هي دي الفكره. بس دي ايه؟ دي غرزه مقلوبه هشتغلها مقلوبه. انا كنت عامله الفيديو كل الغرز عدله، تمام؟ انا هنا عامل العدله عدله والمقلوبه مقلوبه. عندي غرزتين هقوم واخده دي ومخرجه دي من دي. دي ايه؟ دي غرزه مقلوبه هقوم شغلاها مقلوبه، ودي اخرجها من دي ادخل جواها كده. شايفين في اللوب الامامي بتاعها ده اللوب الخلفي، واقوم مخرجه دي من دي. دي ايه؟ دي غرزه عدله هقوم شغلاها عدله واخرج دي من دي. دي غرزه عدله هقوم شغلاها عدله، يبقى عندي 2 هخرج دي من دي. لو شايفيني سريعه شويه يبقى الافضل انك تتفرجوا على الفيديو. هو ده شكلها من فوق، شايفين عباره عن 7 كده. طريقه تقفيل الكوفيه، ودي الكوفيه بتاعتي. يا رب يكون الشرح واضح.